انا عندي 29 سنه، معايا ولدين من جوازتي الاولى. ابوهم مات في حادثه، كان راجل كويس مع اننا ما اتجوزناش عن حب، كان اكبر مني بكتير، مات من سنتين. وولادي دلوقتي عندهم واحد عنده 4 سنين والتاني 7 سنين. بعد ما مات قعدت عند ابويا وامي لان الشقه اللي كنا فيها ايجار وما كنتش هقدر ادفعه لاني ما كنتش بشتغل وجوزي ملوش معاش. ما كنتش عارفه اصرف على العيال ازاي. نزلت اشتغل وقعدت في بيت اهلي، ولكن ما كنتش مرتاحه نهائي. من قبل ما تم السنه جوزي ميت، اهلي كانوا عايزين نتجوز تاني باي طريقه. حسيت ان هم عايزين يخلصوا من همي ومصاريف العيال، لانهم برضه بيساعدوا لان مرتبي مش بيقضي. انا كنت رافضه اتجوز تاني علشان العيال، بس بسبب زن ابويا وامي وافقت. بس كان كل اللي بيجيلي اكبر مني بكتير برضه، وعايزين اسيب عيالي مع ابويا وامي، وانا ما كنتش راضيه، ولا ابويا وامي راضيين برضه. قالوا لي هتتجوزي تاخدي عيالك معاكي، لغايه ما جه واحد يتقدم لي اعرفه من بعيد، ساكن في منطقتنا، سنه قريب من سني ومطلق برضه وعنده ولد. الولد ده عايش مع مراته. لما جيت قدم لي قال لي برضه سيبي عيالك عند ابوكي وامك، وانا قلت له لا ما اقدرش، وابويا وامي كمان رفضوا. فلقيته راجع تاني ووافق وقال خلاص هخليهم يعيشوا معانا. انا الصراحه اتبسطت وحسيت انه راجل كويس وسنه قريب من سني وهياخد ولادي، يبقى هرفض ليه؟ وافقت طبعا. وفي اول الجواز في اول اسبوع قال لي نسيب العيال عند اهلك اسبوعين عشان احنا لسه عرسان جداد. اهلي ما منعوش وانا وافقت لان هيجولي عيالي بعد كده. واتجوزنا. اول اسبوع كان كويس جدا وتاني اسبوع كمان، وبعديها ابتديت اقول له نروح نجيب العيال. ابتدى يتحجج كمان يوم في يوم في يوم في يومين، وابويا وامي يتصلوا بيا علشان اروح اخد العيال، والعيال عايزيني وعمالين يكلموني تعالي خدينا يا ماما، لان ابويا وامي مش بيتعاملوا معاهم حلو. وانا اقول له نروح ناخدهم يقول لي استني يومين كمان عشان البيت هيتزحم، خلينا قاعدين لوحدينا شويه. فضل يعمل كده لغايه ما عدى شهر. حجج حجج حجج. راحوا اهلي جم زاروني وجابوا العيال وحاجات العيال، وكان جوزي في الشغل. رجع لقى العيال، فضل يزعق ويشتم وقلب الدنيا. فضلت اقول له والله ما رحت جبتهم، ده ابويا وامي هم اللي جابوهم. قعد يقول لي يبقى انت متفقه معاهم، انت بتكسري كلامي، وساب البيت ونزل. والايام اللي بعديها فضل على طول في خناق. والعيال دلوقتي بقالهم شهرين عندي وهو ما بيبصش في وشهم، ولو بص بيعاملهم بطريقه وحشه، والعيال متضايقين. لغايه من اسبوع ابني كسر حاجه من غير ما يقصد، قام ضرب جامد، وانا حشت عنه وقلت له اوعى تمد ايدك على عيل من عيالي. قال لي بصي انا مش هستحملك انت وعيالك، يا تاخديهم توديهم لاهلك يا لا كل واحد يروح لحاله. غضبت وخدت العيال ومشيت. رحت عند اهلي قالوا لي لا روحي لجوزك واسمعي كلامه. قلت لهم طب ازاي وانتوا مش عايزين العيال؟ قالوا لي انزلي اشتغلي تاني وبعتي لنا فلوس نصرف على العيال وانتي عيشي مع جوزك في بيته. وانا مش عارفه اعمل ايه، ما انا كنت قاعده في بيت ابويا وبشتغل وبصرف على عيالي، دلوقتي هعيش بعيده عنهم واشتغل برضه واصرف عليهم وهم مش جنبي؟ والناس حواليا بيقولوا لي اسمعي كلام ابوكي وامك، انتي لسه صغيره ومحتاجه راجل جنبك. وناس تاني تقول لي عيالك اولى بيكي. انا مش عارفه اعمل ايه. ودي كانت القصه. وصاحبتها مش عارفه تعمل ايه، هل تسمع كلام ابوها وامها وترجع لجوزها وتنزل تشتغل وتبعت فلوس لابوها وامها عشان يصرفوا على العيال، ولا تتطلق وهي برضه تشتغل وتصرف على العيال؟ للاسف الوضع الحالي واللي بيحصل كتير ان الناس هتشجعها وتقول لها كملي مع جوزك عشان يبقى ليكي راجل والعيال يفضلوا عند ابوكي وامك. وللاسف الحل ده بيحصل كتير جدا. في الاخر هي بتخلف عيل ولا 2 من الراجل الجديد، ويبقوا عيالها الاولانيين شبه ضيوف في حياتها، ويكبروا ناقمين عليها وناقمين على الحياه اللي خلتهم يعيشوا بلا اب وبلا ام، واللي بيربيهم جدهم وجدتهم اللي مش بيعاملوهم احسن حاجه. ناس كتير قوي بقت تبرر دلوقتي ان عشان الحياه تمشي لازم يبقى فيه ضحايا، واسهل ضحيه هو الطفل، نسيبه عند تيتا وجده مش مهم وادينا هنبص عليه من وقت للتاني، وطالما مصاريفه موجوده يبقى خلاص الامر، وان اللي يشوف حياته يشوف حياته. لا معلش، طالما انتوا عندكم العقل الكافي ان انتوا تتجوزوا والعقل الكافي ان انتوا تجيبوا عيال، يبقى مش اول من يتحمل اخطاء اختياراتكم يكون العيال دول، لانهم ضحيه بكل المقاييس. انا مش مع انها ترجع لجوزها، هو اداها وعد قبل الجواز وهي وافقت على هذا الوعد ان ولادها هيكونوا معاها. تراجعوا عن كلامه يدل ان هو مش راجل كفايه وانه مخادع، وان اللي هيدفع ثمن الخداع ده هم الاولاد. لا معلش، هم اولادك مش بضاعه اتلافها الهوا هنركنها على جنب ونعيش حياتنا اللي جايه بقى ونجيب عيال غيرهم، عشان ده بيحصل كتير جدا من اباء وامهات بيعملوا كده. عيال الجوازه الاولى سيبك منه، ارميهم عند تيتا، ارميهم عند جده، ارميهم في اي حته، وادخل جوازه جديده بعيال جديده وعيش حياتك وانسى اللي فات. لا العيال دي هتطلع بتكرهكم، نقم عليكم، وعندهم حق لانهم ضحايا ليكم. لا، فانا رايي انها تنفصل على الراجل ده لو مرضيش ينفذ كلامه، وتقعد في بيت ابوها وامها تشتغل تصرف على ولادها لغايه ما تقابل راجل محترم
مش عارفه هتلاقيه فين في الزمن الاسود اللي احنا فيه ده. راجل مش بس محترم، يكون عنده ضمير. يا جماعه هو الضمير راح فين؟ الناس ضميرها راحت فين؟ الناس بقت بتلعب ببعض وبالبني ادمين وبالاطفال اللي حواليهم كأني حاجه عاديه، يعني كل واحد بيجري على مصلحته وهو بس دون النظر لاي تبعيات اخرى. فانا مع انها ترجع لبيت اهلها، تشتغل، تصرف على اولادها، مش تروح تكمل في جوازه جديده وتجيب عيال جديده وترمي القديمه. ما هي الشنطه قديمه هي او جزمه قديمه. دول اولاد من لحم ودم ونفسيه وروح تتألم طول الوقت بسبب اختيارات هم ما كانش ليهم اي ذنب فيها. في النهايه هي في انتظار ارائكم. وتنويه أخير: جميع القصص اللي بتجيلي لا يتم الاطلاع عليها من أي حد غيري، ولا يتم نشرها إلا بموافقة صاحبها أو طلبه هو شخصيا زي القصة دي. في النهاية كانت معكم فيبي أنور، سيناريستية، ويومكم سعيد.